كعادة كل سنة رمضان راح مني كمان السنة دي، ما عملتش فيه كل اللي أنا كنت قايلاه وكاتباه قبل رمضان. كنت مخططة حاجات كتيرة بس ما حصلش منها ولا حاجة ولا هيحصل منها حاجة. رمضان لسه مخلص وانا حاسه ان انا ما بقاش عندي طاقه اصلي زي الاول. حاسه ان انا ما بقاش عندي باور. الاول كنت فرحانه وعماله اروح الجامع واجي واقرا قران. حاسه ان عزيمتي ابتدت تقل وما ختمتش المصحف لغايه دلوقتي. انا ممكن ابدا من اول بقى السنه الجايه ان شاء الله، رمضان الجاي اكون حاسه ان انا عملت له خطه اكتر من كده او جهزت نفسي اكتر من كده. الوقت ده كلنا فيه عزيمتنا بتقل، احساسنا ان خلاص اجواء رمضان ابتدت تقل واحده واحده، وبنجهز نفسنا للعيد وحاسين ان خلاص بقى يعني اللي عمل واللي اشتغل واللي راح الجامع راح واللي ختم القرآن ختم. ده احساس غلط جدا. احنا لو باقي يوم واحد على رمضان لازم نجدد كل يوم النية، ويبقى عندنا عزيمة ان احنا عايشين النهاردة، وربنا ادانا فرصة ان احنا نبقى موجودين يوم في رمضان. غيرنا مش لاقي الفرصة دي. غيرنا قال ان السنة الجاية هصلي في رمضان وهتحجب في رمضان وهعمل كل حاجة كويسة رمضان، وللأسف ما جاش عليه رمضان. خلينا نحس ان كل يوم بيعدي علينا في رمضان هو فرصة جديدة لينا، عشان خاطر نجدد النية مع ربنا، وعشان خاطر نركز على عباداتنا، وناخد كل يوم عادة جديدة ما كناش بنعملها في حياتنا ونشتغل عليها، ونخرج من رمضان متمسكين بالحاجات الحلوة اللي احنا أضفناها في حياتنا، سواء في عباداتنا أو في أخلاقياتنا جوه رمضان، ونفضل مكملين بيها حتى بعد رمضان. وما تقلقوش، كلنا بيحصل لنا كده، ومحدش مننا ما بيقعش حتى في عبادته ولا عزيمته بتقل. بالعكس، انت كل ما عزيمتك تقل بتعرف ان لسه في امل ان انت تجتهد اكتر، وان انت تعمل حاجات ما كنتش بتعملها قبل كده.